السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن ماءه العارفون ولا يؤدي حقه المسلمون، الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم ومنافقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين. بادئ الباب، أود تهنئتكم بمناسبة ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. فأود تقديم نفسي محمد منير بن محمد الخير من مكناس بالمغرب. أنقل لكم قصة هدايتي في إجازة. يعني بدأت بالمغرب حسب تعرفت بعض الإخوة شيعة بالمغرب، فحسب بعض المناظرات حصلت. يعني هذا كان أول لقاء، يعني أول كونتاكت يعني مع المذهب الشيعي أو العقيدة أهل البيت خاصة. فبعد المناظرات وضحوا لي بعض الأمور التي كانت مشهورة لدي، حتى بعض الادعاءات للوهابيين الذين كانوا يشيعون بعض الادعاءات، مثل يا الشيعة كذا يسبون أصحاب البيت، يكفرون جبريل، يقولون أن جبريل خان الأمانة، أن يعني بعض هذه الأمور. فوضحوا بعض الأفكار، ومن تلك استبعت بعض الأفكار وعقائد الشيعية عبر الإنترنت وعبر السيديات التي كانوا يؤسون بها. فخرجت من المغرب، جئت إلى أوروبا، تزوجت مغربي بسويسرا. فعند ابن عمنا فهو وهابي سلفي، يعني متشدد كثير البغض والعداء للشيعة. فيعني من باب أنه يسوي قلبي يعني على المذهب الشيعي، كان يأتيني بسيديات وبروابط الإنترنت، يعني يقول يعني شوف الشيعة يعاملوا الصحابة يعني بهذا الطريق. فمن بعد هذه الروابط كانت هناك محاضرة للشيخ ياسر الحبيب حفظه الله. في الروابط في العنوان كانت موقع القطرة، فيعني لفت نظري الموقع، فذهبت إلى الإنترنت للمزيد لكي أستفسر أكثر ما يعني كن وما هي عقيدة أهل البيت، يعني كانت مغيبة تماما. فبعد ذلك يعني تتبعت محاضرات الشيخ، وخصوصا كان لديه سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام، يعني يحكي ويروي الأسابيع والأشهر القليلة قبل وفاة الرسول، قبل استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف غصب أهل البيت وكيف ظلموا وكيف اضطهدوا. فالطريق أن يعني الأخ أراد أن يسوي قلبي للشيعة، فهو هداني لمذهب أهل البيت وللعقيدة الصحيحة. الحمد لله الذي هداني لهذا وما يمكن أن يهتدي إلا الله. فيعني بذلك ترددت على موقع القطرة، وزاد يعني استفساري وعلمي لكون هذا الدين.
ومن هناك يعني فجئت بعد سوسرا، يعني طلقت حصلت اختلافات يعني مع الزوجة مع الأهل كلهم، فتركت سويسرا وجئت إلى باريس. ومن هناك تعرفت على بعض الإخوة شيعة خرج يعني من باكستان والهند، فأصبحت أتردد على الحسينية هناك. ومن ثم جئت إلى لندن. فلما جئت يعني شفت هناك يعني هواتف وعناوين للحسينية هذه الذي نحن فيها، فاتصلت مرة على المكتب فأعطوني العنوان، فجئت إلى هنا. والحمد لله الذي هذا وما كنا نبتغي إلا من هذا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.